أغرب مجلس نواب عدى على مصر في تاريخها. بيضم مشاهير مصر وأكثرهم جدلا، البرلمان اللي هيخلي الناس تستنى جلساته أكتر من مسرح مصر. أهلا بيكم في سيلفي تيوب. مع حفظ الألقاب طبعا، توفيق عكاشة، مرتضى منصور، أحمد مرتضى منصور، عبد الرحيم علي، سعيد حساسين، سامح سيف اليزل، والبرلمان ده بيشهد عودة المحنك مصطفى بكري. بس انتوا عارفين البرلمان ده كان ناقصه مين؟ طب واحنا هنروح بعيد ليه؟ الو، ازيك يا سما؟ ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام كويس. بقول لك ما تزعليش بقى ان انت ما دخلتيش الانتخابات المره دي. لا انا مش زعلانه خالص الحمد لله. انا بس حسيت شويه بالظلم لان انا معليش احكام عشان اخرج من الانتخابات، وورقي كله سليم، بس الحمد لله يعني تتعوض في مره تانية، وان شاء الله لما البرلمان يعني مدته تخلص 5 سنين اذا اكتمل يعني ما اتحلش، لو اتحل خلاص هقدم تاني، ممكن اغير الدايره، ولو ما اتحلش خلاص ممكن اقدم بعد 5 سنين ان شاء الله. يعني انت ناويه تدخلي الدوره الجايه ان شاء الله؟ ان شاء الله. قاعده على قلبه. الشعب عايزني. طب سما، قولي لي لو انت كنت نجحتي في الدوره دي، خشيتي انتخابات ونجحتي، يعني كان نفسك تقعدي جنب مين؟ انا الحقيقه لو كنت كسبت كان نفسي اقعد جنب توفيق عكاشه ومرتضى منصور، قاعد في النص. انا الحقيقه اتصالحت انا ومرتضى من زمان، وبالنسبه لتوفيق انا بحس ان هو طريقته زي في بساطه توصيل المعلومه للناس، وانا بحس ان هو شبهي يعني الحقيقه، والجمهور بتاعه تقريبا هو جمهوري الصعايده والاقاليم وكده، فانا كان نفسي اقعد معاهم يعني، وكنا نعمل ثلاثي رائع. سما، دلوقتي دكتور توفيق عكاشه مرشح بقوه ان هو يبقى رئيس البرلمان الجاي. لو انت كنت نجحتي دخلت انتخابات ونجحتي، كنت انتخبتيه؟ ايوه. انا لو كنت موجوده الحقيقه كنت هنتخب رئيس البرلمان. انا بحبه، وهو هيعمل جو كده جوه البرلمان، جو لذيذ يعني، وهو من حقه، هو واخد اعلى الاصوات تقريبا في الجمهوريه، فهو من حقه انه يرشح نفسه بس، فربنا يوفقه. ماشي، شكرا يا سما. ميرسي يا اسامه، شكرا ان شاء الله. ادعي لي. مع السلامه. عموما بنشكر طبعا الفنانه سما المصري على مداخلتها ما علينا. المهم، الدكتور توفيق عكاشه يخالف التوقعات ويبقى رئيس البرلمان، او اللواء سامح سيف اليزل يبقى هو رئيس البرلمان. انا بالنسبه لي مش فارقه، انا اللي فارق معايا نتائج على الارض. لكن بقى بالنسبه للشباب اللي ما نزلوش وبرضه مش عاجبهم البرلمان، صمتك جاب نواب انت مش راضي عنهم، مش مهم خالص. ليه بقى؟ لان كل الناس مشاركه في البرلمان ده، حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيله. بس النواب دول حظهم حلو، جايين مصر وهي ما فيهاش مشاكل. والله يا باشا الاسعار ارتاحت ومية مية وما فيش غلا. انا رحت جبت انبوبه يا باشا، ادوني انبوبه هديه. الحمد لله، والاسعار رخيصه قوي قوي قوي. رحت جبت عيش من الفرن، الرغيف بشلن قد كده. قد ايه الرغيف؟ قد كده والله. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. طبعا احنا عارفين ان الظروف صعبه والمناخ العام ما شاء الله زي الزفت، بس لو ما اثبتوش كفاءه دلوقتي هتثبتوها امتى؟ رساله الحلقه للنواب، احنا مش هنطبل لحد، مستنيين نتائج ومش هنصبر كتير. ما تقوليش انا بشرع قوانين مش نائب خدمات، لاني هقول لك اني ما عنديش حي شغال في كتير من المناطق، فما قداميش غيرك. لازم نلمس تغيير في كل حاجه، ومن جهتنا كاعلام وشعب هنقف جنبكم ونشتغل ونستنى نتائج. لازم كل واحد فيكم يبقى عارف ان هو رئيس جمهوريه دايرته. اتقوا الله فينا وربنا يسترها علينا وعليكم. ما تنسوش تعملوا لايك لصفحه البرنامج سيلفي تيوب بالعربي وبالانجليزي، وسبسكرايب للقناه، وشير للحلقه، واشوفكم الحلقه الجايه.